بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز بسطيلي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش. إذا كما تتبعتم معنا وسيرا على النهج والسنة الحميدة التي حرص عليها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراكش منذ أن شرفت به محكمة الاستئناف في إطار التعيين الملكي له بهذه المدينة العتيدة، تم اليوم في إطار جو من الود والمسؤولية تكريم مجموعة من القامات التي بذلت وتبذل مجهودات في إطار تحقيق النجاعة القضائية بما تشمله هذه الفلسفة من سرعة البت في القضايا المعروضة على النيابة العامة وفي تصريف هذه القضايا مع الحرص على الجودة في التعامل معها. يصادف هذا الحفل الذي انعقد اليوم الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا المصادفة لم تأتي عبثا، بل هو اختيار موفق لما فيه من حرص النيابة العامة على التماهي مع حقوق المواطن، مع الفكرة أو الأمل أو الطموح الذي يحرص عليه المواطن ويرغب فيه، وهو تحقيق العدل في التعامل مع جميع القضايا المعروضة على القضاء بصفة عامة وعلى النيابة العامة بصفة خاصة. هذه الرؤية هي أصلا تتبناها النيابة العامة وتؤمن بها، لأنها فلسفة منعقدة في قناعات النيابة العامة بجميع أطورها، وهي أن تشكل أو تؤسس مع التفعيل لفكرة أن القضاء في خدمة المواطن، وبالتالي كانت سياسة الباب المفتوح دائما موجودة، وهو ما يحرص عليه السيد الوكيل العام شخصيا في إطار تحقيق غاية المواطن أولا، وغاية تماهي مع الخطاب الملكي الذي يدعو إلى أن تكون النيابة العامة والقضاء بصفة عامة في خدمة المواطن. نتمنى أن يكون هذا الحفل يعني حبة في العقد الذي يجب أن يستمر حتى يأخذ الموظف حقه، الموظف الذي يساهم في تصريف هذه القضايا. كما تتبعتم الاعتراف اليوم كان اعترافا متبادلا، الوكيل العام دأب أن يعترف بمجهودات أطر النيابة العامة، سواء النواب عامون أو ضباط الشرطة القضائية أو كتابة النيابة العامة. اليوم هؤلاء الفئات يعترفون بفضل ومجهودات السيد الوكيل العام، وبالتالي ثقافة الاعتراف أسسها السيد الوكيل العام، ونحن نتمنى أن نسير على نفس الدرب حتى نكون جميعا عند حسن ظن القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أخابير.